السوري في لبنان بخطر. خلينا نسمع. ابتداء من على بكره اي سوري خلي يوصل الصوت لوين ما بده يوصل. اي سوري سني بالقاصر بالهرمل بلقطه بده يتكسر وبده ينبعد للهيئه مكسر على كل امكانياته بعلبك الهرمل. اي سوري بلقطه وكسروه. عرفتوا مين هذا؟ هذا الابن اللقيط الغير الشرعي. هذا لانه معامل كبتيكول في سوريا تدمرت، ما ضل في مثل اولي اعطيني حبوب وخذ حشيش. انكسرت هيبته صارت بين الصرامي، فبلش بأهل السنة بالسوريين. اسمعوا. وانا اول واحد بلغ سوري بدي كسره. يا شباب في ضمير وفي اخلي وفي زاوية بيحكي كلمة حق. هذا مش مقبول نهائيا. مثل الوليد والزلم والكبير صار هلا يحكي بالحق. تذكروا الفيديو لما طلعوا على الاطفال الصغار ومين بيذبح اول واحد؟ تذكروا هذا الفيديو؟ الكل بيتذكروا. صغير. نحن من على بكره الصبح اذا بيضلوا يذبحوا العالم اي واحد حنضربه وحنذبحه وحنصوروا فيديو واللي بده يصير وين بدها توصل. اولون اذا صهري اولون بده يذبحوا. اول واحد صار هذا العرصة بلا شرف بلا ناموس بلا ذوق، مجوز بنته لواحد سوري وعم بيهدد صهره. هذا الحامي عرضه، حامي شرفه. يذبحوا بالسكين تعبان مثل ما عم يذبحوا العالم تحت بده يذبحوا. هذا الثاني، هذا اول صوت شخص، وهذا الصوتين هلا سمعتوهم هذا شخص ثاني. قالوا هاو جميعها عرصات. لازم الدنيا كلها تقوم، لازم الغرب تتحرك ونعمل مظاهرات وننزل على الطرقات والسن اللي بتلاقوه بالمنطقه تضحوه. ما ضل في هلا سني سوري، لا هلا بشكل عام على الهويه. سوري لبناني سني ذبح ضحوه ذابح. هودي معهم الله معهم الرب هودا كان لك يا عرصة. انت اول شيء بتقدر تمشي متر واحد بس بلا مرافقاتك، متر واحد. لك انت اذا بدك تروح تنام مع مرتك بالليل بدك تجيب المرافقه معك يضلوا على التخت كي يمشي لك المناشف. لك انت لو فيك ذره مراجل بس ذره، هذا هو الكيان الصهيوني جنبك محتل اراضي جنوب لبنان. ان شاء الله العالم ترجع لاراضيه بخير وسلامه. كان اطلع ووجه كلمه للاسرائيليين هذول اللي جنبك ما بيبعدوا عنك مئات الامتار. هذا السيد اللي قال كل ديك عم زبلته صياح. اذا الله معه انا ماني معه. لك ما حدا شايف شو عم يصير يا عم الا بنطلع على الصور وعلى الفيديوهات. لك لو ما درب الصور والفيديوهات. تذكروا الفيديو لما طلعوا على الاطفال الصغار وعم بيقولوا